مليونير وعنده بدل المطعم 5 وجايب لهم طباخين مخصوص من لندن ودول أوروبية. بيمتلك كافيهات وورشة كبيرة ومكتب وشركة متخصصة في الخشب والنجارة، غير عربيات وفلل وشقق في أرقى المناطق. هتتصدموا من التفاصيل الخاصة بثروة الفنان أشرف عبد الباقي. يا ترى حجم ثروته كام؟ هل جمع الثروة دي من شغله في الفن ولا من حاجة تانية؟ ليه ما بيحطش فلوسه كلها في البنك؟ يا ترى ايه سر حبه للاستثمار في المطاعم؟ خليكم معانا عشان تعرفوا كل التفاصيل دي في فيديو جديد من حكم. المليونير أشرف عبد الباقي. طبعا كلكم اتخضيتوا لما قلت المليونير. ما تتخضوش، أشرف من الفنانين اللي ما يبانش عليهم خالص إن معاهم فلوس كتير، وده عشان ملوش في الفشخرة واستعراض ثروته وممتلكاته قدام الناس. هو بيحب يظهر فنان بسيط زيه زي كل الناس عشان هو ابن بلد، وكمان اشتغل شغلانات كتير وتعب عشان يوصل اللي هو فيه دلوقتي. يعني أشرف عبد الباقي اشتغل في الحدادة مع أبوه عشان يقدر يجيب اللي نفسه فيه بفلوسه هو، وده خلاه يبقى حاسس بالناس، وفي نفس الوقت خلاه حريص قوي على كل جنيه بياخده من الفن. وبيعتبر الفنان أشرف عبد الباقي من بين الفنانين اللي ما بعزقوش فلوسهم على السهر والحفلات والذي منه. كان بيحوش كل جنيه عشان يجمع مبلغ كبير يعمل بيه مشروع يتسند عليه هو وولاده في المستقبل، بالذات وإن الفن ملوش أمان وفي أي وقت هيلاقي نفسه قاعد في البيت. أشرف عبد الباقي زي ما اشتغل في أعمال فنية عشان شغفه في الفن، فاشتغل برضه في أعمال هو مش راضي عنها، وده علشان يجيب فلوس، وكمان علشان عليه أقساط والتزامات لازم تدفع، لحد ما ربنا كرمه ووصل لنجومية مميزة. قدر يصنع نجوم كمان يفرضوا نفسهم على الساحة. طيب نكمل حكاية ثروة مليونير مسرح مصر. الحقيقة إن أشرف عبد الباقي قرر ما يحطش فلوسه كلها في البنك، وقال حرام، لازم أعمل مشاريع والناس تسترزق وتلاقي شغل. وطبعا أول مشروع عمله كان مصنع متخصص في التجارة والخشب، وده حقق أرباح كبيرة قوي وصلت للملايين. ده غير الورشة اللي فتحها ومكتب كبير، وكلهم ليهم علاقة بالنجارة والحدادة، ما هم دول برضو مهنته ومهنة أبوه. والمثل بيقولك اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفوش، وهو عارف المهنة دي كويس. طبعا أشرف ما اكتفاش بالمشاريع دي وبس، ده عمل كمان مشروع مع مراته، وده عبارة عن محل لصناعة الفاكهة المجمدة وعليها شوكولاتة. من الآخر يعني مشروع أوروبي شافه كده وهو مسافر في رحلة مع عيلته. لما جه مصر بقى قرر يعمله، وجاب طباخة من لندن علمت مراته، وللأسف المشروع ده ما نجحش وقفله. لكن مفيش يأس مع الدماغ اللي شغالة دايما وليها في الاستثمار والمشاريع، عشان بعده افتتح مطعم تاني عمل فيه الأكل البيتي، وبعده فتح أكتر من مطعم لحد ما وصل في النهاية لمطعم طن وميني طن، ودول بقى مكتسحين السوق كله ما شاء الله. وبالمناسبة هو كمان عنده كافيهات في أفخم مناطق القاهرة وديكورات أحسن حاجة في الدنيا. طبيعي بعد المشاريع دي كلها وشغله في الفن يبقى عنده فيلا كبيرة وبدل الشقة 3، غير العربيات الحديثة اللي سعرها بالملايين، ده غير الأعمال الفنية اللي بينتجها وبياخد أرباحها. وبخصوص بقى حجم ثروته في البنك بعيدا عن الممتلكات، فهو رقم خرافي بمعنى الكلمة. اللي سمعه بيتصدم ويقول معقول أشرف عبد الباقي معاه الفلوس دي كلها؟ هقول لكم أيوة، لأنه تعب جدا. هو دلوقتي معاه 35 مليون جنيه.